بص يا ستي، انت بالنسبه لك الاريزميا مش مطلوب منك غير انك تعرفي مثلا ان الشكل ده هو شكل الاتريال فيبريليشن، او ان الشكل ده هو عباره عن الايديو فنتريكولار ريزم. ابص على المونيتور كده اقول يا جماعه الراجل ده عنده بريماتيور اتريال كونتراكشن. بس انا هنا مش هقول لك ده وخلاص، انا هنا انا هقول لك هو الفي تاج دي اترسمت بالمنظر ده ليه. فلو حد فيكم قادر عقله يستوعب ان ده اترسمت ليه كان بها. لا انا هاخد بس ان الرسمه دي ده اسمها وخلاص ماشي عادي، لان الاريزميا ادفانسد شويه. فحاولوا تركزوا معايا وان شاء الله الموضوع يبقى سهل. طيب بصوا يا جماعه، زي ما قلت قبل كده لو عايز اقول ان ده نورمال ريزم، الاريزميا يعني ايه او الديسريزميا عكس النورمال ريزم. نورمال ريزم يعني قلنا 3 شروط عشان اقول ان ده نورمال ريزم. تمام، اول شرط قلنا يبقى من 60 ل 100 نبض القلب، لو اقل من ده يبقى اريزم، اعلى من ده يبقى اريزم. طب تاني شرط قلنا يبقى الكهرباء خارجه من الاس اي نود، خرجت من المكان تاني غير الاس اي نود اريزم. مع الاس اي نود في نقطه بتطلع اريزم، الاس اي نود هي باظت والاي في نود اللي كانت بتطلع اريزم. ثالث واحده، انا قلت رسمت لك ان الكهرباء لازم تمشي في طريق معين، اس اي نود اي في نود وسلكين. لو مشيت في طريق تاني يبقى الريزمي، الطريق لو اتقفل حصل له بلوك يبقى الريزمي. اذا دلوقتي انواع الاريزميا كتير. طب في ناس بتقسمها على حسب حاجات كتيره قوي، يقول لك ده وايد ونارو كيو ار اس ومش عارف ايه. انا هقسم لك الاريزميا على حسب السبب، على حسب الكوز. طيب ممكن الاريزميا تحصل بسبب، اول سبب خالص او رقم واحد اهو، الاس اي نود لسه شغاله وبتطلع، ولكن حصل لها جاست ديستربنس كده، اختلال. طب لما الاس نود تختل، ستيل هي القائده وستيل هي اللي بتانيشيت وما في حدش بيطلع معاها حاجه، بس حصل فيها شويه خلل. تتوقع ايه اللي ممكن يحصل كاريزميا؟ حد يعرف يقول لي؟ تاكي كارديا وبرادي كارديا. جميل. يبقى الاس نود لو زادت شويه يبقى يحصل تاكي كارديا، قلت هيحصل برادي كارديا. يبقى في حاجه عندي، اول نوع من دكتور معلش الصوت في مش حد. ايوه ايوه انا عارف. في حد بس بيتصل، تمام كده خلاص معايا. تمام يا دكتور. طيب اول نوع خالص هيطلع من لو الاس نوت باظت اسمه ساينس تاكي كار. يعني ايه ساينس دي؟ كلمه ساينس دي يعني ايه؟ كلمه ساينس يعني اس اي نوت، يعني التاكي كارديا اللي حصلت دي كان سببها مين؟ الاس اي نوت. طب ايه رايك في الاي سي جي؟ هتلاقي عامل ازاي؟ هتلاقي بص ادي بي وادي كيو ار اس وادي تي. هل هيبقى في فتره بينهم؟ لا، هتلاقي على طول ضربه 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 ضربه. ليه؟ لأن مفيش وقت بينهم، لان في تاكي كارديا موجود. ممكن تحصل نتيجه مرض، هايبر ثايروديزم، واحد شرب قهوه، واحد خايف، واحد بيجري، اسبابها كتيره قوي. تمام. تمام، ادي شكل الساينس تاكيكارديا عشان برضو يبقى كل حاجه نشرحها نوريكم الايه شكلها عامل ازاي. ادي شكل الساينس تاكيكارديا. تمام.
هل في فرق بين كل ضربه وضربه؟ لا. سريع ليه؟ لان في تاكيكارديا، في ضربات 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 ورا بعض. خلاص. طيب تاني نوع سهل برضو، عكسه يبقى ايه؟ عكس ده يبقى ايه؟ يبقى برضو براديكارديا ساينس، ساينس. لانه خارج من الاس نود، بس براديكارديا. براديكارديا يبقى الاي سي جي هتلاقيه عامل ازاي؟ ادي بي، وادي كيو ار اس، وادي تي، وفتره على مضارب تاني بي وكيو ار اس وتي، وفتره على مضارب تاني بي كيو ار اس وتي، وهكذا. طب ايه اللي ممكن يعمل ده؟ حاجات طبيعيه يعني، مش امراض. بيقول لك البراديكارديا ممكن تبقى على الناس الاثليتس اللي هي الايه، الرياضيين. اشمعنى الكلام، اشمعنى الرياضيين عندهم نبضهم قليل كده ليه؟ قال لك لان الرياضي بيلعب رياضه كتير، فبيلعب كارديو كتير، فبالتالي القلب بتاعه بدا في الضربه الواحده، لما كان انسان طبيعي ما بيلعبش رياضه كان بيطلع 50 مللي، بس لما بدا يلعب رياضه القلب بتاعه بدا يشتغل كتير، فبقى بيطلع دم كتير في الضربه الواحده، فبالضربه الواحده بقى بيطلع 80 ولا 90 مللي. فقال لك لا، هدي بقى الضربات دي طالما انت كل ضربه بتطلع كتير، وانا مش محتاج كل الكلام ده، فايه، حاول يبقى تهدي النبض بتاعك. فلو في واحد رياضي بيلعب رياضه كتير هتلاقي اصلا نبضه قليل، 50 60، ده الطبيعي بتاعه. ممكن طبعا ممكن تحصل نتيجه امراض كتير يعني. تمام. ده شكل الايه، البراديكارد. طب حاجه تانية ممكن تحصل، ديستربنس برضه بيسموها ساينس ريسبيراتوري اريزميا. ايه الساينس ريسبيراتوري اريزميا دي؟ هي حاجه مش مهمه قوي، مش هتلاحظوها، بس انا آه هقول لك عليها برضه، ممكن تفيدك او ممكن انت ايه تشوفها يعني. ساينس ريسبيراتوري اريزميا يعني بيقول لك دلوقتي لما المريض، او لما انت بتاخد نفسك، لما انت مش فاكر لما قلت لك في الفنت، لما انت بتروح ايه، بتروح واخد النفس كده، لما انت بتاخد النفس كده، مش انا قلت لك الشست وسع الحجم، فبالتالي في هواء دخل جوه صدر العيان، في هواء اتشفط جوه. النيجاتيف بريشر دي برضه هي بتشفط هواء، القلب هو كمان بيشفط له دم. وهو النيجاتيف بريشر، القلب ده يا جماعه موجود جوه صدر العيان، فلو صدر العيان في النيجاتيف بريشر شفط هواء، القلب هيشفط هو كمان دم. فاذا في وقت الانسبيريشن الدم اللي بيرجع للقلب بيكون كتير نتيجه الشفطه دي، فالدم اللي رجع للقلب ده كتير غذى الاس اي نوت كتير، فخلى الاس اي نوت تطلع كهرباء كتير، فتحرك القلب كتير. عشان كده انا ممكن الاقي تاكي كارديا اثناء الانسبيريشن، والعكس الاقيه اثناء الاكسبيريشن. فبص كده على الرسمه دي، تلاقي الراجل اللي عنده ساينس انسبيراتوري اريثميا لو بيتنفس ببطء، لو انا عملت في الانهاليشن هلاقي فيه تاكي كارديا، وفي وقت الاكسهاليشن هلاقي فيه برادي كارديا. هل ده ممكن اسميه اريزميا؟ ممكن، بس هو مش اختلال قوي قد ما هو الدم اتحكم بس في قوه الاس انود. لما جالها كتير اثناء الانسبيريشن عمل تاكي كارديا، لما الدم خلاص خرجته والاكسبيريشن بيطلع عملت برادي كارديا. ممكن تحصل وممكن لا، ممكن الاحظها في عيانين وممكن ما الاحظهاش، وهي مش مهمه قوي، بس انا قلت برضو ايه اقولها لك، يعني ممكن ما تشوفهاش اصلا. المهم عندي الساينس براديكارديا والساينس تاكيكارديا والسيك ساينس سندروم. الرسمه اللي قدامك دي يعني ايه سيك ساينس سندروم؟ سيك يعني تعبان، ساينس يعني الاس انود، يبقى الاس انود هنا تعبانه شويه، هبله شويه. هبله يعني بتعمل ايه؟ هبله يعني شويه تعمل براديكارديا وشويه تعمل تاكيكارديا. بص كده على الصوره، بتلاقي شويه في تاكيكارديا تاكيكارديا، وبعدين شويه براديكارديا براديكارديا براديكارديا. ده ممكن يبقى سببه امراض، سببه سيشرز او صرع، سببه حاجات كتيره قوي ممكن تديني الريزم ده. يبقى تاني، لو انا قلت اول سبب من اسباب الاريزميا ان الاس انود بيحصل لها ديستربنس، انا عندي 4 انواع يخرجوا من ده: ساينس تاكيكارديا، ساينس براديكارديا، 3 ريسبيراتوري ساينس اريزميا، رابع واحده
سيك ساينس سندروم. هل حد عنده مشكله في اول سبب ده معايا يا شباب؟ معاك يا دكتور. نخش على ثاني سبب. الليفل هيبدا يصعب شويه، ركزوا معايا. ده اول سبب خلاص خلصناه، ان الاس نود لسه موجوده ولكن بدات تختل عملها شويه. هل في سبب تاني؟ ايه السبب التاني بقى؟ ان الاس نود مالها؟ ما عادتش بتطلع اصلا. طب حصل لها دمج. لو اتدمرت الاس نود ايه اللي ممكن يحصل؟ فاكر لما قلت لك مين اللي بعدها اللي لازم يطلع الكهرباء؟ الاي نود. الاي في نود. يبقى دي باظت، والاي في نود بقى هي اللي هتطلع الكهرباء دلوقتي. طب لما الاي في نود تطلع الكهرباء هلاقي الرزم ده قدام عيني كده، بص عليه. بص كده الرزم ده مكتوب ايه؟ مكتوب جانكشنال رزم. انا ممكن اكتفي ان انا اقول لك جانكشنال رزم، يعني الاي في نود بتطلع الكهرباء، واحفظ الشكل اللي قدامك ده. بس احنا عايزين نعرف الشكل اللي قدامي ده اترسم كده ليه. خلي بالك كده، بص على الرسمه دي. على فكره اي رسمه بجيبها لك بيبقى ليد اتنين هو اللي مصورها، واي حاجه تتعرض لك دايما ليد اتنين هو اللي بيعرضها لك. ولو بصيت على المونيتور العيان هتلاقي رسم القلب اللي في المونيتور جنبيه في الاخر كده رمز اتنين. ليه دايما بيعرض لك رمز اتنين، ولا بيعلمك على رمز اتنين؟ ولا لما لو انت مثلا بتتعلم اي سي جي في الاول فدايما تروح تبص على ليد اتنين؟ اشمعنى؟ ليه؟ حد عارف اشمعنى ليد اتنين؟ وانا شرحت لك عليه ليه في الاول. لان هو بيدينا النورمال اللي عملوا عليه النورمال بتاع الاي سي جي اصلا، لا والموجب مش عنده من كده، الاول. لان هو كهربة القلب اكتر حاجه رايحه له. اكتر ليد بيستقبل كهربة القلب هو ليد اتنين. معايا؟ طيب بص كده على الرسمه. في ضربه البي ويف مقلوبه، وضربه البي ويف مش موجوده اصلا. ازاي الكلام ده؟ طب البي ويف مقلوبه مفهومه. مقلوبه ليه؟ لان قلنا الاي في نوت طلعت الكهرباء لفوق، فالبي ويف بالنسبه للاثنين اترسمت لتحت، انما الباقي اترسم لفوق عادي لان هي نزلت له الكهرباء عادي. الضربه اللي بعدها مفيش اصلا بي ويف وفي كيو ار اس وتي عادي. اشمعنى الضربه دي ما كانش فيها البي ويف؟ حد عارف؟ حد يقدر يقول لي كده اشمعنى الضربه الثانيه دي ما اترسمش فيها البي ويف؟ تخيلوا كده، حد يعرف يقول؟ هل البي ويف ما ممكن اترسمتش عشان يكون كان الاتريم في ما اتكهربش؟ ويف تانية. نعم. ممكن يكون كان في ويف تانية في نفس الوقت. حلو، قربت. ممكن إن يكون لسه القلب ما خلصش البيت ذات نفسها، اللي هو البيز بتاع الفنتريكل لسه بينقبض مثلا. طب هقول لك على حاجه. افرض دلوقتي في الضربه دي الاي في نود ايه؟ قالت الاتريم يتضرب الاول وبعد كده الفنتركل يتضرب بعده. حلو جميل. الضربه اللي بعدها بص كده، الاي في نود راحت مطلعه الكهرباء للاتريوم والفنتركل في نفس الوقت. الجهاز لقط ان في كهرباء حصلت في الاتريوم وفي الفنتركل في نفس التوقيت. هيهتم يرسم انهي واحده؟ الفنتريكل. الاتريوم. فبالتالي راح منفض للبي ويف دي ورسم الكيو ار اس والتي بس. هل هنا البي ويف ما حصلتش او الاتريوم ما اتكهربش؟ لا اتكهرب، بس عشان الاي في نود مش متنظمه اصلا صح زي الاس اي نود،
فمره راح مطلع لي الاتريوم بعد كده الفنتر، اترسمت بالمنظر ده. المره اللي بعدها راحت مطلعه الاثنين مع بعض، فبالتالي الجهاز لقط الفنتركل اقوى من الاتريوم فرسم الكيو ار اس وساب البي. فالبي ما كانتش موجوده، بس هنا الاتريوم هنا ما اتكهربش، لا اتكهرب بس الجهاز ما رسموش. وصلت؟ يبقى انا ممكن الاقي الجنكشنال ريزم اللي الكهرباء طلعت من الاي في نود بالمنظر ده. ممكن الاقي كلها على فكره انفيرتد، يعني كل ضربات مقلوبه. وممكن الاقي ابسنت وانفيرتد او ابسنت بس ايا كان. يبقى انا فاهم ان دي اسمها ايه؟ جانكشنال ريزم. معايا؟ طيب. حد عنده مشكله فيها؟ ماشي. حلو قوي. طيب افرض بقى الايفي نود هي كمان باظ، ايه اللي هيحصل؟ مين القائد اللي بعد الايفي نود اللي المفروض يطلع الكهرباء؟ بندل اوف مين؟ هيس. لا مش البندل. اخر نقط في بركنجي. البندل بيسموها البركنجي فايبرز. تمام كده؟ طيب بص كده عليا. اخر نقط دي بيسموها البركنجي فايبرز. البركنجي فايبرز دي في نقطه منهم هي اللي هتقول لي يا جماعه خلاص ما تقلقوش، انا اللي هنصب نفسي اس نود وهطلع كهرباء. طب حلو. لما دي تطلع الكهرباء بيسموا الرزم ده ايه بقى؟ اسمع كده. بيسموه ايديو. ايديو يعني ذاتي. ايديو فنتريكولار ريزم. يعني ايه ايديو فنتريكولار؟ يعني الفنتريكل ايديو هو اللي بيكهرب نفسه. تمام تمام. تتوقع شكل الرزم ده يبقى عامل ازاي؟ بص كده. ايه رايك في المنظر ده؟ ليه رسمت المنظر ده كده؟ ده مليانه حاجات. بص كده يا سيدي، ادي مثلا. هل انت شايف قدامك بي ويف؟ لا. مفيش بي ويف ولا في بي ار. مفيش ولا بي ويف ولا في بي ار، في بس فقط كيو ار اس واسعه وتي ويف مقلوبه. انا ممكن احفظ ايديو فنتريكولار، يعني الفنتريكل هو اللي بيطلع الكهرباء ودي رسمته، لو شفتها اقول يا جماعه دي ايديو فنتريكولار رسم. بس انا عايز افهم اترسمت كده ليه. اولا ليه مفيش بي ويف؟ حفظتوا الشكل كده؟ اه. طيب ليه؟ بص هي اترسمت بالمنظر ده. ادي اهو، واسعه كده اهو، وضيقه وتحت. ليه اترسمت بالمنظر ده؟ مفيش بي ويف ليه؟ عشان هو اصلا ما لقطش ال مش الاتريال النقطة مش ديبولاريزيشن. النقطة مش النقطة دي مثلا، هي هتكون النقطة دي من الفنتكل هي اللي هتطلع الكهرباء. خلاص طيب. الكهرباء دي او النقطة دي، هل الاي في نود ممكن تسمح ان الكهرباء تطلع من تحت لفوق؟ لا. الاي في نود بوابة تسمح بالمرور ده فقط، انما ما تحصلش او ما تسمحش للعكس. اذا هل الاتريوم هنا دي بايظة ودي بايظة، هل الاتريوم هنا هيتكهرب من النقطة دي؟ لا. ها؟ لا. طب ازاي؟ حتى لو كده الراجل ده الاتريوم بتاعه مش هيتكهرب. طب الراجل ده هيعيش ازاي طالما الاتريوم بتاعه مش متكهرب؟ الراجل ده يعيش ازاي؟ حد عارف؟ هتقول لي ما هو الفنتركل هو اللي بيستقبل او بيودي الكهرباء للجسم. هقول لك ماشي. هو الفنتركل بيجيب الدم بتاعه منين؟ تقول لي من الاتريوم. والاتريوم هيجيب الدم ازاي؟ كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول حتى
الاتريوم عشان ينزل الكهرباء للفنتركل محتاج انه يوصل له كهرباء عشان يتحرك. طب دلوقتي هو ما وصلوش كهرباء، يبقى الراجل ده كده هيتحرك ازاي او هيعيش ازاي؟ على فكره مش شرط الاتريوم يتكهرب عشان الراجل يعيش. طب هتقول لي الدم هيوصل للفنتركل ازاي؟ اقول لك لو ده الاتريوم وده الفنتركل، احنا عارفين ان الاتريوم هو اللي معاه الدم كله اهو، فبيروح ضاغط كده مخلي الدم نازل للفنتركل والفنتركل يستقبله، وبعدين الفنتركل يطلع الدم لبره. بس مش ده اللي بيحصل. اللي بيحصل ايه؟ ان الاتريوم فيه الدم اهو، الفنتركل بيشفط من الاتريوم 70% منه، والاتريوم بيضخ 30 بس. يعني الاتريوم بيضخ 30% والفنتركل يروح شافط منه ال 70 الباقيين. فلو الاتريوم ما وصلوش كهرباء، الفنتركل هيشفط الكام بتوعه؟ هيشفط ال 70% بتوعه يشغل بيهم الجسم، وهيبقى في مشكله في ال 30 يقف هنا مش مشكله. طب يا المهم دكتور، يبقى دلوقتي نعم. هو مش بياخد ال70 بناء على إن كان في 30 نزلوا في الأول من الخبطة الأولانية دي؟ لا، ما هو دلوقتي ما لقاش حاجه نزلت، تمام. فهيعمل ايه؟ هيروح واخد ال 70 بتوعه او القدره ال 70 اللي هو قادر يشفطها. الباقي الاتريم المفروض يعملهم ما عملهمش، ان هو اصلا ما فيهوش كهرباء. خلاص الفنتكل مش هيستنى الكلام ده، هيشغل الجسم بيهم. طب هو ياخدهم إن هو فتح الفالف بس وخلاص، وهو يبدأ ياخد ال70% بتوعه بناء على كده؟ ايوه هيفتح الفالف يشفط الكلام ده وشكرا. تمام. تمام. عشان كده ما حصلش بيه ويف، لان لا الاتريم اتكهرب اصلا ولا في حاجه طلعت له، فما حصلش بيه ويف. ده السؤال الاول. السؤال الثاني، هي ليه الكيو ار اس حتى لو طلع من هنا اترسمت لفوق؟ اه طبيعي، لان هي جايه ناحيه ده مثلا وتمام. بس ليه واسعه؟ ده لما كانت بتنزل من الاس نود من فوق خالص كانت بتنزل تترسم سريعه وضيقه. ليه هنا مع ان النقطه اللي بتطلع الكهرباء موجوده جوه الفنتركل مرسومه بطيئه كده؟ ليه؟ اشمعنى يعني؟ لان الاس اي نود طريقها ربنا خلقه طبيعي، يمشي في بندل سلك بيوصل بسرعه، انما دي غير طبيعيه. لما تيجي توصل هتوصل في العضله عن طريق الخلايا نفسها، هتطلع بس مش في طريق ممهد ليها اصلا، فبتطلع الكهرباء حتى لو هي في الفنتركل هتوصلها للفنتركل بايه؟ ببطء، لان الطريق بتاعها غير طبيعي. فتبدا الفنتركل منظرها يبقى ايه؟ الكيو ار اس واسعه بالمنظر ده كده. جميل. جميل. حلو. اشمعنى التي ويف مقلوبه هنا؟ فاكرين انا قلت ايه؟ أول نقطة بتفصل المفروض أعمل عليها اتجاه التي، فهنا هتفصل من اللي هي آخر نقطة، هتفصل هي اللي هتبقى عكس التانية يعني. اه يعني كده المفروض التريح إيه، او كده الكهرباء دي اخر نقطه فصلت، دي اخر نقطه اتكهربت، فدي اول نقطه تقفل. فالتفصيل او التريحه هتبقى جايه كده وجايه كده على عكس ليد اتنين. وانا قلت لك لما التريح يجي عكس الليد المفروض التريح يترسم لفوق مش لتحت. ليه التي ويف اترسمت لتحت؟ لان النقطه اللي انت لسه قايلها دلوقتي دي، ان اخر نقطه يحصل لها ديبولاريزيشن هي اول نقطه يحصل لها ريبولاريزيشن. الكلام ده في الشخص الطبيعي، انما الشخص اللي غير طبيعي اول نقطه حصل لها ديبولاريزيشن هي اول نقطه هيحصل لها الريبولاريزيشن. فالديبولاريزيشن هيبقى ماشي كده، وبرضه الريبولاريزيشن هيبقى ماشي كده. ولما الريبولاريزيشن التريح يمشي ناحيه الليد، الليد يصوره لتحت. وصلت ولا اعيدها تاني؟ تاني يا دكتور معلش.
تاني، انت فاهمه ايه في الاول خالص؟ ان الديبولاريزيشن، الكهرباء لما تبقى في اتجاه الليد، الليد يرسم الكهرباء لفوق. لو الريبولاريزيشن ماشي عكس الليد، الليد برضه يرسمه لفوق. دي فاهماها ولا لا؟ لا دي تمام. تمام. هنا النقطه دي هي اللي مطلعه الكهرباء، فطلعت الكهرباء ناحيه الليد، فالليد رسم الكهرباء لفوق اهو. طب لما تيجي تريح الشخص ده، اما بيجي الكهرباء تريح عنده، اول نقطه بيحصل لها ديبولاريزيشن هي اول نقطه برضه بيحصل لها ريبولاريزيشن، عكسنا. فدلوقتي الريبولاريزيشن هو كمان جاي ناحيه الليد. والقاعده قلت لك لو الكهرباء بتمشي ناحيه الليد، الجهاز هيرسم من فوق. لو تريحه الكهرباء هي اللي ماشيه ناحيه الليد، الليد يرسمها لتحت. والعكس، لو الكهرباء بتمشي عكس الليد، الليد يرسم الكهرباء لتحت. لو الكهرباء بتريح وماشيه عكس الليد، الليد يرسم تريحه الكهرباء دي لفوق. فهنا التي ويف اللي هي تريحه الكهرباء، هنا الريبولاريزيشن ماشي ناحيه الليد. الريبولاريزيشن اللي ماشي ناحيه الليد، الليد هيرسم الريبولاريزيشن ده لتحت. وصلت ولا لا؟ وصل. تمام. تمام. يبقى لما اشوف الرسمه اللي هي مفيش بي ويف اصلا، الكيو ار اس واسعه، التي ويف لتحت كده وماشيه بالمنظر ده براديكارديا، قالوا ان الراجل ده عنده جانكشنال ريزم. طب ليه هي براديكارديا مش تاكي كارديا مثلا؟ ممكن تترسم كده عادي اهو، بس بس كده. ليه تبقى براديكارديا؟ لان خلي بالك الاس نود كانت اسرع واحده، كانت من 60 ل 90. ابطا منها شويه الاي في نود من 40 ل 60. ابطا واكتر البركنجي فاينل من 20 ل 40. فهتلاقي الاي سي جي هنا بطيء جدا في المنظر ده بس براديكارديا. بص عامل ازاي بقى، بس في ايه؟ في براديكارديا بينهم وبين بعض. تمام. يبقى كده لما الاس اي نود يحصل لها ايه؟ دامج، هلاقي كام نوع؟ قولوا لي بقى كده. نايل جانكشن والايديو. الجنكشن ريزم يعني ايه؟ يعني الاي في نود هي اللي بتطلع الكهرباء بدل الاس اي نود. هلاقي الكاركترستيك بتاعت الاي سي جي ريزم الاقيه ازاي؟ صح كده، يا اما انفيرتد مقلومه او مش يا اما موجوده اصلا والباقي طبيعي. الثانيه الايزو ايديو فنتريكولار ريزم، ان الفنتريكل هو اللي بيطلع الكهرباء، فمش هلاقي بي ويف، هلاقي كيو ار اس واسعه، لان النقطه دي بتوصل الكهرباء للفنتريكل عن طريق الخلايا مش عن طريق سلوك، مش طبيعيه يعني. والتي ويف مقلوبه لان الريبولاريزيشن راح ناحيه الليد، وده هيدي التريح لتحت. ده تاني سبب من اسباب الاريزميا، وعرفنا انواع ايه. يبقى خدت اول واحد اس اي نود، حصل لها ديستربنس، طلع لي 4 انواع: ساينس تاكي، ساينس برادي، ريسبيراتوري ساينس، سيك ساينس سندروم. تاني نوع اتدمروا، حصل لي جانكشنال ريزم، ايديو فنتريكولار ريزم.